والله مباراة صعبة التوقع، يعني ممكن تروح على التعادل. المنتخب العراقي أقرب، لكن أنا بتوقعها تعادل. صعب. والله صراحة مباراة صعبة، وإن شاء الله بإذن الله تعالى تكون الفوز لمنتخب فلسطين في هاي المباراة إن شاء الله. محمد. هذه الارتجاليات اللي أنا شفتها في المباراة ضد الكويت، اللي كانت تسدد 17 تسديدة من ال 17 كلها فرصة خطرة واحدة، أعتقد مؤشر سلبي، وهذا يرجع لتنظيم المنتخب اللي يعول بشكل أساسي من مهام المدرب. فأعتقد أن المنتخب العراقي في آخر مباراة ما أعطاني مؤشر للأمانة جيد. لما يسجل فريق ضدك هدفين من لعب مفتوح وأنت تسجل هدفين من الارتجاليات حرفيا، ففي مؤشر سلبي لازم يعيد حساباته مدرب العراق فيها، فممكن أنها تروح للتعادل. أحمد. خالد، اخر مباراه العراق اللي يلعبها اعتمد كثير على الكره الطويله، فلسطين يرتاح لهذا الكرات وبيسكر اكثر. انا اشوف خالد المباراه اقرب للتعادل اذا استمر العراق بنفس اداؤه مع مباراه الكويت بنفس الاسلوب، ما لعب اللعب الاستحواذ على الكره في الارض اكثر من الكرات الطويله، فالمباراه اقرب للتعادل. خالد. مباراة قوية خالد، ولكن اعتقد المنتخب العراقي والضغوط اللي يمر فيها يعني هو بيكون مطالب انه يحسم المباراة، واعتقد عنده خبرة انه يحسم المباراة بكرة. احمد. نفس كلام الشباب خالد. انا المنتخب العراقي يقدر يسهل المباراة ويقدر يصعبها على نفسه، مثل ما حصل من مباراة الكويت، مباراة في ملعبك وبين جمهورك وانت كنت الاكثر مرشح، ولكن ظهر بمستوى باهت شفناه. حتى اتصور المباراة ما راح تكون سهلة، بس اتوقع العراق يحسمها. محمد. المنتخب العراقي خالد من خلال المباراة الماضية، أنا في اعتقادي كان مؤشر سلبي بشكل كبير جدا على مستوى الأداء الجماعي والفردي. هذه النقطة اللي ممكن تعطيني توقع أن العراق بيكون حارس استثنائي، خاصة قدام المنتخب الفلسطيني، لأنه المنتخب العراقي ما كان يحضر بشكل سلبي في لقاءين متتالية. أنا أروح مع العراق. مايد. في تعاون وما في انضباط في الملعب، ويجب أن يكون على قدر المسؤولية حقيقة. الفريق العراقي كأفراد إمكانية لاعبين فرد من أفضل اللاعبين في آسيا. الدليل هم دائما محترفين تجدهم مع فرق متقدمة في الدوريات العربية مطلوبين. لكن على مستوى المنتخب يفقدون الانضباط ويفتقدون المسؤولية، عفوا على الكلمة هذه، وأيضا التعاون ما بينهم. لذلك أعتقد العراق تحتاج إلى مدرب قوي